ساديو يتفاوض مع لامين يامال لتجديد عقده، ولكن لامين وضع شرط واحد لأجل أن يستمر بالفريق. ولكن ما هو هذا الشرط؟ وما الذي يريده لامين ليستمر؟ جيرارد روميرو يكشف التفاصيل. أولا، الشرط الذي وضعه لامين هو التعاقد مع ظهير أيمن هجومي بديل لكوندي، حيث أن لامين يرى بأن قدرته الهجومية تصبح قليلة بسبب كوندي، حيث أن كوندي هو قلب دفاع ولا يساعده بالهجوم. فمثلا الجميع يتذكر قوة ميسي كيف كانت مع داني والتفاهم الذي بينهما، أما الآن فإن جهة لامين معدومة ولامين يصارع وحيدا هناك، ولذلك هو يريد ظهيرا حقيقي. ثانيا، إدارة النادي الآن تعمل على تلبية طلب لامين، وهي تبحث عن ظهير أيمن حقيقي، حيث أنهم مقتنعون بحديث لامين، وهم يريدون ظهير بمواصفات كانسيلو، ويستطيع أن يرسل عرضيات دقيقة وسريعا بالمرتدات، ويقوم بتشكيل ثنائية مع لامين. من جهة أخرى فإن لامين يامال أخبر النادي بأنه سيوافق على راتب مقبول، ولن يقوم بتسبيب مشكلة لإدارة الفريق، بل هو عاشق للنادي، ولكن هو يريد تلبية هذا الطلب فقط لأنه يرى بأنه بحاجة للاعب يفهمه بالهجوم.